السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي، بس هنعمله في عيش التورتيه. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة معانا هنا كيلو من اللحمة المفرومة، زي ما حضراتكم شايفين ان فيها نسبة دهون تقريبا يعني 15%، ولسه احنا هنضيف عليها دهون. ومعانا بصلتين كبار مبشورين، ومعانا كمان شوية من الفلفل الحامي وممكن بارد وحامي، فصين من الثوم، ومعانا كمان شوية من ورق البقدونس، ومعانا طماطماية كبيرة مبشورة، ومعانا مرق الدجاج وبيكنج باودر، ومعانا جوز الطيب وكبابة صيني وبهارات 7، ومعانا فلفل اسمر، ومعانا ملح، ومعانا حبهان، ومعانا كمان قرفة، ومعانا كزبرة ناشفة، ومعانا معلقتين من البقسماط الناعم المطحون. لو ما عندناش كل الحاجات دي نقدر نستخدم بس اللي حضراتكم شايفينه ده، ملح وفلفل اسمر، وكمان بهارات 7، وشوية من البيكنج باودر وخلاص. وممكن كمان معاهم شوية من الكزبرة الناشفة. لكن لو موجود عندنا بهارات وعايزين بقى نخلي الطعم بقى واضح قوي وزيادة، هنحط كل اللي حضراتكم شايفينه ده، ملح فلفل اسمر، وهنحط بهارات 7 وهيل وقرفة، وهنحط كبابة صيني، وهنحط كمان جوز الطيب، وهنحط شوية من الكزبرة الناشفة، وكمان هنحط معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، وده بيخلي اللحمة جميلة وهشة جواه. وهنحط معلقتين من البقسماط الناعم المطحون، وده بيقلل عملية ان اللحمة تكش وبيخليها طرية. وهننزل عليهم كده زي ما حضراتكم شايفين بالطماطم المبشورة وشوية البقدونس. وهننزل بقى يعني كده نبشر كده فصين التوم الصغيرين، او فص واحد بس صغير، اسفة، او فص واحد بس كبير. وهننزل بقى بالفلفل الحامي عليه، او فلفل حامي وبارد على حسب ما حضرتك بتحبي. تمام. وهنفضل بقى كده نعجنهم مع بعض حلو قوي. وهننزل عليهم كمان بحتة من اللية، ولو حضرتك مش بتحبي اللية هتنزلي بحتة كده، انا بطلب من الجزار شوية دهن ضاني من الفخدة، وهو الحقيقة بيفرمها لي، وبجيبها بشيلها عندي في الفريزر وبطلع منها بالطلب. دلوقتي هنضيف عليها اهو، شايفة زي كده بتملي كف ايدك كده وبتحطيه على اللحمة. طب ما عندكيش ليا ولا عندك شوية الدهن دول، بتعملي ايه؟ ممكن تحطي عليها معلقة كبيرة من السمن. تمام. بس بتدي بالطعم يعني، وبتخلي اللحمة بعد كده طرية قوي. اهو عجناها كويس تمام كده. جبنا بقى عندنا الصاج، وفرشناه ورقة فويل، وفرشت فوقيه ورقة من ورق الزبدة، يا اما تفرشي ورقة زبدة بس. ورقة الزبدة بتساعد قوي ان العيش ما يلزقش، وفي نفس الوقت لو في مية بتنزل من التسوية هو بيعمل عازل كده، يعني المية دي بتنزل تحت الورقة، فما بتضايقكيش في الشغل. تمام. بصي انا جايبه هنا بقى عيش تورتيه اسمر، لان الحقيقه احنا عندنا هنا العيش الشامي مش حلو قوي، بالذات في المحلات العربي بتلاقيه بيبقى لازق في بعضه كده، مش طري وجميل. فانا اكتر حاجه بحب عيش التورتيه الاسمر. بجيب اللي هو عيش القمح الكامل، وبيفكرني شويه بالعيش البلدي بتاعنا، فعشان كده انا بحب استخدمه. اما حضرتك تقدري بقى في مصر يعني تستخدمي العيش البلدي، ولو حضرتك في بلد تانية تقدري تستخدمي العيش الموجود عندك، هو يعني بيدي طعم جميل. وبصراحة العيش الأسمر بيبقى أجمل حاجة في الحواوشي. تمام. اهو هنفضل كده بحط على نص الرغيف نفسه، ودول بقى سبتهم زي ما حضرتك شايفة كده، بحط عليهم اللحمة واسيبهم مفتوحين، عشان دول جزء هنعمله بالتشيز. هنحط عليه امريكان تشيز، او الجبنة الامريكان، وهنحط عليه كمان اللي هي بتحط على البرجر، وهنحط عليه كمان شوية من الموتزاريلا تشيز، جبنة الموتزاريلا،
علشان في جزء في العيلة بيحبوا شوية بالجبنة بالشكل ده اهو. هنرصهم هنا بقى. في الخطوة دي حضرتك تقدري تحطي بقى يعني طماطم سلايسز، او تحطي مثلا فلفل من فوق اللي هو الفلفل الرومي، او تحطي طماطم، او تحطي يعني زيتون زي ما تحبي. بس انا استكفيت باللي انا عاملاه في الحواوشي نفسه، وحطيت بس شوية جبنة من فوق الوش. تمام اهو. الطبق ده مسيحة بقى دلوقتي فيه شوية من الزبدة وزيت الزيتون، وببدأ ان انا ادهن بيه. انا الاول دهنة الورق نفسه بتاع الزبدة اللي انا حطاه في الصاج، ودلوقتي بندهن بقى العيش نفسه بتاعنا، بندهنه من الناحيتين وبنحطه في الصاج. تمام اهو بالشكل ده. وهنبدأ ندخله بقى ايه الفرن كده. الصاج خلاص مفيش مكان تاني. انا طبعا كنت مستعجلة وعايزة اخلص الغدا بسرعة وكله في وقت واحد، فالشوية التانيين دول اللي بالتشيز هسويهم من فوق بس ياخدوا صدمة كده، وبعدين هدخلهم الفرن. تمام. طيب يلا نعمل شوية سلطة طحينة خفيفة خالص. جبنا شوية طحينة، حطينا عليهم معلقة كبيرة من الزبادي، حطينا شوية من الكمون، شوية من الشطة، شوية من الكزبرة، وشوية كمان من الملح اهو. وهنقلب، ولسه هنحط عليهم شوية من التوم الباودر. هنا مش هنحط ابدا توم فريش. بصي اهو توم باودر. هتاكلي اجمل سلطة طحينة خفيفة وجميلة وسريعة جدا. تمام. ما بنحطش هنا توم فريش ولا حاجة. حطينا شوية من الخل، وهننزل بعصرة ليمون اهو. وطبعا حضرتك بتظبطي الملح. يبقى احنا حطينا كزبرة ناشفة، وحطينا كمون وتوم باودر وملح ومعلقة كبيرة من الزبادي، وبعدين اللي هو اليوجرت. وبعدين هننزل عليهم كده بالشكل ده بشوية من الخل وعصرة ليمون، ونقلب. وبعدين ننزل بقى بالمية ونفضل نقلب لغاية لما نوصل للسمك اللي احنا عاوزينه. تمام اهو. هنشيلها بقى على جنب شوية لغاية لما نخلص. هنا بقى سخنت الجريل ونزلت فيه كده زي ما حضرتك شايفة بالرغيفين، موطية النار مهدياها خالص. تمام. بس انا هنا مسرعة الفيديو، فحضرتك بتحسي ان هو مش بياخد وقت يعني على النار، لكن لا هو بياخد وقت. وانا الحقيقة بعد ما هسويه هنا هدخله، انا بس بديله صدمة كده عشان يلحق الاكل كله يستوي كله في وقت واحد، لان زي ما قلت لحضرتك كنت مستعجلة على التسوية ومحتاجة ان اخلص الغدا بسرعة. فممكن حضرتك ما تعمليش الخطوة دي خالص وتدخليه كله الفرن عادي. بس انا هنا قلت يعني ايه اخليه يعني هاف واي يعني دان يعني بس فانا هنا سويت بس نص تسوية كده يعني. وبعدين اما يخرج التاني على بقى ما اغرفه كده واحطه في الاطباق هكون ايه دخلت ده الفرن ايه 5 دقايق كمان ويكون خلاص تمام اهو. شوفي بنديله صدمة كده. ممكن حضرتك تسوي من فوق البوتاجاز على فكرة كده، بس لو حطيتيه بقى في طاسة ليها غطا بتتغطى عادي جدا وتوطي عليه النار هيستوي ويبقى جميل جدا. تمام اهو. هنا بقى بصي شوفي جميل ازاي، بيطلع مقرمش وجميل. ما تقلقيش، ما الحوشي بينزل ميه في الصينيه بينزلها وبيرجع يشربها تاني، مفيش اي مشكله خالص. اهم شيء الفرن لازم يبقى عالي وسخن جدا وعالي قبل ما تدخلي الحواوشي فيه. تمام عشان ما ينزلش ميه كتير معاكي. تمام. بصي شوفي شكله جميل ازاي. ايه رأيك في الجمال ده؟ شوفي ومقرمش وتحفة ولون وطعم وكل حاجة. زينا بقى الطحينة بشوية من البقدونس وظبطنا كده الأكلة. وشوفي كانت أكلة جميلة جدا، واللي بالتشيز كمان طلع جميل اللي احنا حاطين عليه الجبنة. ولكن الحقيقة الجبنة هنا في أمريكا مش بقى زي في مصر الجبنة اللي بتمط بقى والحاجات دي مش قوي كده يعني عادي. يعني الجبنة صراحة لما بتبقى سايحة مش بتلاقي فيها المطة بقى الجامدة دي، بس الحقيقة بيبقى طعمها جميل جدا. تمام. هنا هنفتح كده مع بعض واحد من اللي هما فيه الجبنة اهو. ده اهو. شوفي بصي الجبنة سايحة خالص لكن مفيش عملية المطة دي يعني. وادي اهو التاني. والله يا جماعة كان طعمه تحفة تحفة جدا، لازم تجربوه. جربوه بطريقتي دي. وهو حتى بتحطي عليه المكونات دي كلها تحفة. اشوفكم في فيديو جديد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع السلامة.